اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد. والكلام على ايه؟ وسط زحمة حياته يجيلك هنا بسمع نفسي بفكر رمضان ده رمضان رمضان ده. من الواضح ان السنة دي بعد الفطار هنقعد نتفرج على الاعلانات بدل المسلسلات. سبحان الله. وده كان واضح جدا في اول كام حلقة من المسلسلات، سواء بقى كان الجمهور بيتفرج على MBC مصر او بيتفرج على اون تي في او DMC او CBC. فواضح ان الاعلانات حجمها السنة دي كبير جدا لدرجة ان انت ممكن تدور على مسلسل جوه الاعلان. انا شكلي كده خدت خازوق مغري. وتحولت الشاشة التلفزيونية عندنا السنة دي لدار الأوبرا عشان نعرف نقيم مين صوته أحلى، عمرو دياب ولا منير ولا العسيلي ولا ما تقوم تهز، واقف ليه؟ عشان تخش معاهم برضو السنة دي في رمضان دنيا سمير غانم بإعلان وي، عشان ما نبقاش عارفين هو دنيا سمير غانم السنة دي بعد ما سابت مسلسل الكبير هتعمل هي مسلسل ولا هتطلع تعمل إعلان. عم تعمل ايه؟ عم بتمرن. فمن الواضح ان سياسة الاعلانات عندنا في مصر بقت مهمة جدا لدرجة ان هي بقت حاجة ممكن الممثل يستغنى عن انه يمثل ويطلع يغني في اعلان او يعمل اعلان. يا كريم انت بس لو تصبر. زي ما السنة اللي فاتت كده الفنانة ياسمين عبد العزيز ما طلعتش في سباق رمضان اللي كان قبلها عاملة مسلسل اللي ملوش كبير مع جوزها احمد العوضي، واكتفت برضو باعلان وي مع الفنان كريم محمود عبد العزيز. لا ده تحسه كده مش هو. فالسنة دي اعتقد ان دنيا سمير غانم مشيت ورا نفس الفكرة، بس هي عاملة مسلسل ما اعتقدش ان هو لسه بدأ، مسلسل جات سليمة بمشاركة محمد سلام. احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيدة. واحب ابدي اعجابي الصراحة باعلان فودافون عشان جابوا لنا عمرو دياب اطربنا بصوته الحلو. سيدي شكرا كفايه. وجابوا لنا محمد صلاح فرجنا قد ايه ان انت ممكن تكون عايش سعيد جدا بره مصر، ولو جيت في مصر مش هتعرف تعمل اي حاجة من الحاجات اللي انتوا شايفينها دول، لان بصراحة شديدة جدا هو اعتقد انه لو رفع سماعة التليفون عشان يعمل اي مكالمة مهمة ضرورية بشركة فودافون او اي شركة من شركة الاتصالات التانية، فهيلاقي يا اما الخط مقفول يا اما الشبكة بتقطع يا اما في الرقم العملة اللي هياخدها يا اما في الرقم اللي هياخده من النادي اللي هيلعب فيه هيلاقي فيه الشبكة فبتقطع، فهيروح موافق وخلاص. فمن وجهة نظري التي لا تقدر بمال اللي هي غالية قوي، يا ريت بدل ما تعملوا لنا اعلانات لقوا الشبكة فعلا وخلونا نعرف نتكلم في التليفون، عشان على الاقل لما احب اكلم صاحبي اقول له رأيي في الاعلان او اعرف ايه يسمعني كويس. الو عمر معايا. محمد عمر معايا. بس اللي لافت نظري انا شوية ان اعلانات الزكاة في مصر ما بقتش اوفر قوي زي كل السنين اللي فاتت، او اعلانات التبرع وكده ما بقتش اوفر. اعتقد ده لفتة كويسة، اتمنى ان هم يكونوا مش مؤخرين الاعلانات شوية ويستخدموا الفلوس بتاعت الاعلانات دي ان هم اتبرعوا بيها فعلا، او فلوس الاعلانات دي عملوا بيها مثلا اعلان خفيف هيجي او جه وانا ما خدتش بالي منه. فبجد حركة كويسة ان السنة دي بقينا نتفرج على اغاني بعد الفطار بدل المسلسلات، وبقينا بنتفرج على اعلانات ما فيهاش حاجات رخمة شوية. هو الموضوع ما فيهوش كرييتيف، هو انت جايب لي شوية اسر ويعني جايب لي مشهد ماشي مع الاغنية حلو، بس مش من المنطق برضو يا جماعة ان انا اقعد بعد الفطار اسمع في اغاني بس. لا عادي، يعني انا احب ان انا اتفرج على المسلسل. يا عم شوط لي الحلقة مرة واحدة واقعد بعدها نص ساعة اعلانات، ده حل حلو جدا عادي. يعني انت مثلا عندك المسلسل ده من 9 ل10، فهو من 9 ل9:30 اتفرج على المسلسل، ومن 9:30 ل10 اتفرج على الاعلانات. تقدر تقول لي ردي يكون ايه على العشوائيات اللي انت بتقولها دي؟ حلو، انا بالنسبه لي هبقى راضي. ليه؟ لان من 9:30 ل10 انا هحاول اشوف قناه تانية جايبه مسلسل من 9:30 ل10. انا هشغل دماغي. يا عم هشغل دماغي، انا مش عايز اتفرج على الاعلان كله. انا مال امي. انت زمان لما كنت بتعمل اعلان كبير كنت اول يوم اوكي بتجيبه كله عشان الناس تتفرج عليه، بعد كده كنت بتعمل منه حتت صغيره وكان الناس بتعرف تتفرج على المسلسل. انما انت دلوقتي الناس بتتفرج على الاعلان ومستنيه المسلسل وخايفه ان المسلسل يجي عشان يقاطع الاعلانات. خد بالك انت يا كامل. واخر حاجه معانا هتكلم عنها هو اعلان اتصالات. هو انا مش حابب الاعلان عشان انا يعني عشان انا زملكاوي، لان وجود النادي الاهلي ان هو بيسابق نفسه فدي حاجه مضايقاني. وجود الفكرة بتاعت ان انت تعمل نفسك انك بتسابق نفسك كشركة اتصالات ماشي، انت بتسابق نفسك في العفانة
شبكيه، لان انا اساسا ما اعتقدش ان شركه اتصالات دي حد بيشكر فيها، غير كل اللي بيتكلم عنها بيتكلم ان هو الشبكه وحشه جدا، النت الله اكبر مش موجود، كذا كذا كذا. يعني يمكن اورنج شويه يعني مشهوره بالنت، النت بتاعها كويس حبتين. فودافون احيانا في ناس كتير بتشكر فيها وناس كتير بتقول عليها وحشه، انما اكتر شركه الناس مجمعه عليها انها زي الزفت وتقرف هي شركه اتصالات. بتحطي نفسك في مواقف بايخه. فانت على اي اساس بتسابق نفسك؟ بتسابق نفسك في ايه؟ يعني اعمل اعلان يقنع شويه الله يرضى عليك. وده كان نهايه الفيديو النهارده عن الاعلانات. احب ان انا اسمع رايكم في الكومنتات، ولو حد عنده راي مخالف مع رايي ينزل يكتبه في الكومنتات، ما يتكسفش مني. ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت بتاعك، هيفرق معايا جدا ان انا اشوفه. والكلام على ايه؟